اليوم غادي نسافروا لبلاد الشام، بالضبط المطبخ السوري او اللبناني، باش نحضروا واحد الطبق اللي هو تحفه فنيه. هاد الطبق ماشي غير ماكله، هذه قصه ديال التراث والنكهه. خليكم معايا هاميه. غادي نوريكم كيفاش نصاوبوا كبه احترافيه ولذيذه بحال ديال المحترفين. دابا ندوزوا للمقادير اللي غادي نحتاجوا لهذه الكبه الرائعه. غادي نحتاجوا لجوج اقسام، القشره الخارجيه والحشوه الداخليه. بالنسبه للقشره عندنا برغل ناعم، لحم بقري هبره ومطحون مزيان، بصل صغيره، وشويه توابل بحال الكمون والنعناع اليابس. اما الحشوه فعندنا لحم مفروم، بصل مفروم، صنوبر محمر، وشويه قرفه وبهار حلو. مكونات بسيطه ولكن السر في طريقه التحضير. اول خطوه هو تحضير عجينه الكبه. غادي ناخذوا البرغل الناعم اللي رقدناه في الماء وعصرناه مزيان من الماء الزائد. دابا غادي نخلطوه مع اللحم المفروم الهبره، البصله الصغيره، وشويه ديال الكمون والنعناع اليابس. السر هنا هو اننا نطحنوا هذا الخليط مزيان 2 مرات على الاقل حتى يولي عجينه مليساء ومتجانسه. هذا الشيء هو اللي كيعطي الكبه القوام ديالها المميز. من بعد ندلكوها مزيان بيدينا باش تولي مطاطيه وسهله في التشكيل. دابا ندوزو للحشوه اللي هي القلب ديال الكبه. في مقله فوق النار غادي نديروا شويه زيت ونشحروا البصل المفروم حتى يولي شفاف. من بعد نزيدوا اللحم المفروم ونفتتوه مزيان ونخليوه يطيب حتى يتحمر. ضروري نصفيه اي دهون زائده. في الاخير نتبلوه بالملح، الابزار، القرفه والبهار الحلو، ونزيدوا الصنوبر المحمر. نخلطوا كل شيء مزيان وهالحشوه ديالنا واجده. دابا جات المرحله اللي كتبغي شويه ديال الخاطر والفن، وهو تشكيل الكبه. غادي ناخذوا شويه من عجينه الكبه ونرطبوا يدينا بالماء باش ما تلصقش. غادي نصاوبوا حفره صغيره في الوسط ديال العجينه بحال شي كاس صغير. من بعد نعمروها بالحشوه ديال اللحم اللي وجدنا، وغادي نسدوها غير بشويه ونعطيوها الشكل المعروف ديال الكبه، بحال شي بيضه طويله. شوفوا معايا كيفاش كتجي ملساء ومتقونه. دابا جات اللحظه الحاسمه وهي طياب الكبه. عندنا 2 طرق، يا اما نقليوها في زيت سخون وغزير حتى تولي ذهبيه ومقرمشه من برا، او نطيبوها في الفران باش تكون صحيه اكثر. اهم حاجه هي الزيت يكون سخون مزيان باش الكبه ما تحلش. غادي نحطوا الكبه غير بشويه وما نكثروش في الزيت باش تطيب على خاطرها. شوفوا معايا هذا اللون الذهبي وهذه القرمشه، هادشي هو اللي كنبغيو. وها هو الطبق ديالنا واجد. الكبه ديالنا ذهبيه ومقرمشه من برا ومن الداخل عامره بالنكهات. غادي نقدموها مع شويه ديال المعدنوس او النعناع وشويه ديال الحامض باش نزيدوها لمسه منعشه. كنتمنى تكونوا استمتعتوا بهذه المغامره الطبخيه الرائعه مع الكبه الاصيله. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش ديروا لايك وتشتركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد من وصفاتنا ومغامراتنا في الغابة.